هل تعلم من هو الصحابي الذي اشترى الآخرة بالدنيا وآثر الله تعالى ورسوله على سواهما؟ إنه واحدا من الآلاف المؤلفة الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم في ظاهر مكة بدعوة من زعماء قريش ليشهدوا مصرع خبيب بن عدي أحد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن ظفروا به غدرا، وقد مكنه شبابه الموفور وفتوته المتدفقة من أن يزاحم الناس بالمناكب، حتى حاذى شيوخ قريش من أمثال أبي سفيان ابن حرب وصفوان بن أمية وغيرهما ممن يتصدرون الموكب. وقد أتاح له ذلك أن يرى أسير قريش مكبلا بقيوده، وأكف النساء والصبيان والشبان تدفعه إلى ساحة الموت دفعا، لينتقموا من محمد في شخصه وليثأروا لقتلاهم في بدر بقتله. ولما وصلت هذه الجموع الحاشدة بأسيرها إلى المكان المعد لقتله، وقف هذا الصحابي بقامته الممدودة يطل على خبيب، وهو يقدم إلى خشبة الصلب، وسمع صوته الثابت الهادئ من خلال صياح النسوة والصبيان وهو يقول: إن شئتم أن تتركوني أركع ركعتين قبل مصرعي فافعلوا. ثم نظر إليه هذا الصحابي وهو يستقبل الكعبة ويصلي ركعتين، يا لحسنهما ويا لتمامهما. ثم رآه يقبل على زعماء القوم ويقول: والله لولا أن تظنوا أني أطلت الصلاة جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاة. ثم شهد قومه بعيني رأسه وهم يمثلون بخبيب حيا، فيقطعون من جسده القطعة تلو الأخرى، وهم يقولون له: أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت ناج؟ فيقول: والدماء تنزف منه، والله ما أحب أن أكون آمنا وادعا في أهلي وولدي وأن محمدا يؤخذ بشوكه. فيلوح الناس بأيديهم في الفضاء، ويتعالى صياحهم: أن اقتلوه اقتلوه. ثم أبصر هذا الصحابي إلى خبيبا وهو يرفع بصره إلى السماء من فوق خشبة الصلب ويقول: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ثم لفظ أنفاسه الأخيرة وبه ما لم يستطع إحصاءه من ضربات السيوف وطعنات الرماح. ثم عادت قريش إلى مكة ونسيت في زحمة الأحداث الجسام خبيبا ومصرعه. ولكن هذا الصحابي الذي هو معنا لم يغب خبيب عن خاطره لحظة، كان يراه في حلمه إذا نام، ويراه بخياله وهو مستيقظ، ويمثل أمامه وهو يصلي ركعتين الهادئتين المطمئنتين أمام خشبة الصلب، ويسمع رنين صوته في أذنيه وهو يدعو على قريش. فيخشى هذا الصحابي الذي معنا أن تصعقه صاعقة أو تخر عليه صخرة من السماء. ثم إن خبيبا علم هذا الصحابي الذي معنا ما لم يكن يعلم من قبل، علمه أن الحياة الحقيقية عقيدة وجهاد في سبيل العقيدة حتى الموت، وعلمه أن الإيمان الراسخ يفعل الأعاجيب ويصنع المعجزات، وعلمه أمرا آخر، هو أن الرجل الذي يحبه أصحابه كل هذا الحب إنما هو نبي مؤيد من السماء. عند ذلك شرح الله صدر هذا الصحابي الذي معنا إلى الإسلام، فقام في ملأ من الناس وأعلن براءته من أثام قريش وأوزارها، وخلعه لأصنامها وأوثانها ودخوله في دين الله تعالى. ثم هاجر هذا الصحابي إلى المدينة ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وشاهد معه خيبر وما بعدها من الغزوات. ولما انتقل النبي الكريم إلى جوار ربه وهو راض عنه، ظل من بعده سيفا مسلولا في أيدي خليفته أبي بكر وعمر. عاش مثلا فريدا فذا للمؤمن الذي اشترى الآخرة بالدنيا، وآثر مرضات الله وثوابه على سائر رغبات النفس وشهوات الجسد. وكان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفان لهذا الصحابي الجليل صدقه وتقواه، ويستمعان إلى نصحه ويصيخان إلى قوله. دخل على عمر بن الخطاب في أول خلافته فقال: يا عمر، أوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله، وألا يخالف قولك فعلك، فإن خير القول ما صدقه الفعل. يا عمر، أقم وجهك لمن ولاك الله أمره من بعيد المسلمين وقريبهم، وأحب لهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك، وخض الغمرات إلى الحق ولا تخف في الله لومة لائم. فقال عمر: ومن يستطيع ذلك يا فلان، أي الصحابي الذي معنا؟ فقال: يستطيعه رجل مثلك ممن ولاهم الله أمر أمة محمد وليس بينه وبين الله أحدا. عند ذلك دعا عمر بن الخطاب هذا الصحابي إلى مؤزرته وقال: يا فلان، أي هذا الصحابي، إنا مولوك على أهل حمص. فقال هذا الصحابي: يا عمر، نشدتك الله ألا تفتني. فغضب عمر وقال: ويحكم وضعتم هذا الأمر في عنقي ثم تخليتم عني، والله لا أدعك. ثم ولاه عمر بن الخطاب على حمص وقال: ألا نفرض لك رزقا؟ قال: وما أفعل به يا أمير المؤمنين؟ فإن عطائي من بيت المال يزيد عن حاجتي. ثم مضى إلى حمص، وما هو إلا قليل حتى وفد على أمير المؤمنين بعض من يثق بهم من أهل حمص، فقال لهم: اكتبوا لي أسماء فقرائكم حتى أسد حاجتكم. فرفعوا كتابا فإذا فيه فلان وفلان وهذا الصحابي الذي معنا من بينهم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ومن هذا؟ أي الصحابي الذي معنا. فقالوا: إنه أميرنا. فقال عمر: أميركم فقير؟ قالوا: نعم، ووالله إنه لتمر عليه الأيام الطوال ولا يوقد في بيته نار. فبكى عمر حتى بللت دموعه لحيته، ثم عمد إلى 1000 دينار فجعلها في صرة وقال: اقرأوا عليه السلام مني وقولوا له: بعث إليك أمير المؤمنين بهذا المال لتستعين به على قضاء حاجتك. وبعدها جاء الوفد إلى هذا الصحابي الذي معنا بالصرة فنظر إليها فإذا هي دنانير، فجعل يبعدها عنه وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، كأنما نزلت به نازلة أو حل بساحته خطب. فهبت زوجته مذعورة وقالت: ما شأنك يا فلان؟ أي الصحابي الذي معنا، أمات أمير المؤمنين؟ قال: بل أعظم من ذلك. قالت: أصيب المسلمون في وقعة؟ قال: بل أعظم من ذلك. قالت: وما أعظم من ذلك؟ قال هذا الصحابي الذي معنا لزوجته: دخلت علي الدنيا لتفسد آخرتي، وحلت الفتنة في بيتي. فقالت زوجته: تخلص منها، وهي لا تدري من أمر الدنانير شيئا. قال لزوجته: أو تعينينني على ذلك؟ قالت: نعم. فأخذ الدنانير فجعلها في صرر ثم وزعها على فقراء المسلمين. ولم يمض على ذلك وقت طويل حتى أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ديار الشام يتفقد أحوالها. فلما نزل بحمص لقيه أهلها للسلام عليه، فقال: أمير المؤمنين، كيف وجدتم أميركم؟ فشكوه إليه وذكروا 4 من أفعاله،
كل واحد منها أعظم من الآخر. قال عمر: فجمعت بينه وبينهم ودعوت الله ألا يخيب ظني فيه، فقد كنت عظيم الثقة به. فلما أصبحوا عندي هم وأميرهم قلت: ما تشكون من أميركم؟ قالوا: لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. فقال عمر: وما تقول في ذلك يا فلان، أي الصحابي الذي معنا؟ فسكت قليلا ثم قال: والله إني كنت أكره أن أقول ذلك، أما وإنه لا بد منه، فإنه ليس لأهلي خادم، فأقوم في كل صباح فأعجن لهم عجينهم، ثم أتريث قليلا حتى يختمر، ثم أخبزه لهم، ثم أتوضأ وأخرج للناس. فقال عمر: فقلت لهم: وما تشكون منه أيضا؟ قالوا: إنه لا يجيب أحدا بالليل. فقال عمر له: وما تقول في ذلك؟ قال: إني والله كنت أكره أن أعلن هذا أيضا، فأنا قد جعلت النهار لهم والليل لله عز وجل. فقال عمر: وما تشكون منه أيضا؟ قالوا: إنه لا يخرج إلينا يوما في الشهر. فقال عمر: وما هذا يا فلان، أي الصحابي الذي معنا؟ قال: ليس لي خادم يا أمير المؤمنين، وليس عندي ثياب غير التي علي، فأنا أغسلها في الشهر مرة وأنتظرها حتى تجف، ثم أخرج إليهم في آخر النهار. ثم قال عمر: وما تشكون منه أيضا؟ قالوا: تصيبه من حين إلى آخر غشية فيغيب عمن في مجلسه. فقال عمر: وما هذا يا فلان؟ فقال: شهدت مصرع خبيب بن عدي وأنا مشرك، ورأيت قريشا تقطع جسده وهي تقول: أتحب أن يكون محمد مكانك؟ فيقول: والله ما أحب أن أكون آمنا في أهلي وولدي، وأن محمدا تشوكه شوكه، وإني والله ما ذكرت ذلك اليوم وكيف أني تركت نصرته إلا ظننت أن الله لا يغفر لي، وأصابتني تلك الغشية. عند ذلك قال عمر: الحمد لله الذي لم يخيب ظني به. ثم بعث له ب1000 دينار ليستعين بها على حاجته. فلما رأته زوجته قالت له: الحمد لله الذي أغنانا عن خدمتك، اشتر لنا مؤنة واستأجر لنا خادما. فقال لها: وهل لك فيما هو خير من ذلك؟ قالت: وما ذاك؟ قال: ندفعها إلى من يأتينا بها، ونحن أحوج ما نكون إليها. قالت: وما ذاك؟ قال: نقرضها الله قرضا حسنا. قالت: نعم، وجزيت خيرا. فما غادر مجلسه الذي هو فيه حتى جعل الدنانير في صرر، وقال لواحد من أهله: انطلق بها إلى أرملة فلان، وإلى أيتام فلان، وإلى مساكين آل فلان، وإلى معوز آل فلان. رضي الله عن هذا الصحابي وعن الصحابة أجمعين، فقد كان من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. هذا الصحابي الذي نروي عليكم قصته أيها الأحباب هو سعيد بن عامر الجمحي، رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فهذا الصحابي هو الذي اشترى الآخرة بالدنيا وآثر الله ورسوله على سواهما. جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، ونرجو منكم أن تساعدونا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وأن تشاركوا هذا المقطع لكي يصل إلى غيرك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.